بس كتير من الأبناء لما بنيجي نتكلم معاهم مثلا الأجازة دخلت يا ولاد، العطلة الصيفية هي هتعملوا إيه في الأجازة؟ مش هنعمل حاجة، إحنا عايزين نرتاح، إحنا طول السنة مضغوطين وعندنا امتحانات وكل يوم في دروس، في متابعة وفي اختبارات، فخلاص أنا محتاج أرتاح نفسيا وعصبيا في الأجازة. هل هم عندهم حق في الطرح ده وفي الكلام ده؟ هو يعني ده السؤال، يعني الانسر بديهي. يعني الان تتوقع اي طفل يعني بيسال نفس السؤال، بس ياتي هنا يعني السؤال. انا ارجع شويه للخلف يا استاذه ندى. هل انا ابني يعني تربيتي فقط في موسم الصيف؟ هل انا انظم وقتي لابني في الصيف فقط؟ هو ما هو تنظيم الوقت يعني زي ما يقول، يعني يعتبر هو نظام حياه. اللي هو الانسان العاقل، الانسان اللي ينظم وقته بيكون طول العام، لانه حياتنا ما تنفصل. انا ما حتوقف اقول لا انا ابطل كل شيء عشان الصيف. يعني بما انه منهج حياه تنظيم الوقت. أيوة. انا كيف اقنع؟ يعني اسلوب طرح للسؤال، للمناقشه نفسها، اقناعي للابناء. انا نفس السؤال طرحت لي بعد من الشباب. قلت لهم ايش رايكم لازم ننظم؟ قال نفس الرد، يعني احنا بلاش ونحن تعبانين. أيوة. طيب قلت لهم طيب ينفع انه، قلت لهم شوف الكون، هل سبحان شوف نظام الكون. هل الشمس تقول لا اليوم انا ما عايزه اخرج، اخذ راحه شويه؟ يعني مثلا انا بقالي 365 يوم بطلع من هنا، لا انا هاخد راحه شويه، مش هطلع من المكان ده. الله يفتح عليك. فيبقى انه نحن لابد ان يكون في يعني في ذكاء في طرحنا نحن للاسئله واجوبتنا على الاسئله نفسها، لانه الجيل اللي احنا عايشينه انت عارفه جيل السوشيال ميديا طبعا. يعني طبعا. التكنولوجيا، وهم يعني بيستوعب الاشياء اسرع ما تكون. انا كولية امر لازم يكون عندي اجابات ويكون ادله من الواقع، من البيئه المحيطه، فبالتالي حيفهم صح. فكر في الموضوع. هل انا اقول الامثله وانا ادرس في المدرسه استاذه ندى راح اقول والله انا ابطل الصف السادس ما حادرس، اخذ راحه شويه كمان. الصيف نفس الفهم، الصيف جزء من حياتي. الوقت اللي يمر هو جزء من حياتي انا، فلا بد ان انا يكون عندي خطه واضحه، يكون عندي برنامج واضح لهذا الصيف. فبهذا الاسلوب، هذا النوع من النقاش، انا اتوقع هم حيجاوبوا بنفسهم الابناء. يعني ممتاز جدا. طيب لو انا كأم وهو كأب محتاجين